طبعا الإنسان أو المسلم بشكل عام تعرض عليه أمور كثيرة، فما منا من رجل إلا وفي حياته اليومية يطرأ عليه أمر، وظيفة جديدة، امرأة تقدم لها رجل في نية الزواج، رجل أراد أن يشتري سيارة. هذه الأمور تعرض على الإنسان في حياته لا بد أن يمر بها. كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة. تصور، كان الصحابة يستخيرون في كل شيء وبكل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الاستخارة، صلاة الاستخارة، رحمة لنا، كأنك تضع أمرك بين يدي الله جل وعز شانه، أي يا رب اختر لي. الآن نحن حينما تعرض علينا أمور مثلا نحب أن نستشير رجل صاحب خبرة، ولله المثل الأعلى. بمعنى عرضت علي وظيفة كمثلا مدير في منطقة كذا، وأعلم المدير الموجود سابقا، فآتي أسأله ما رأيك في كذا، فيعطيني النصائح ويرشدني. أيضا امرأة مثلا أرادت تقدم لها رجل أراد أن يتزوج بها، فيأتي أهل هذه الفتاة يسألون أناس يعرفون هذا الرجل، ولله المثل الأعلى. أنا الآن أريد أن أقدم على أمر غيبي بحت. بمعنى لنفترض زواج، هذا الزواج فيه أبناء، فيه نسب، وفيه حسب، وفيه ترابط أسرتين، هذا كله لا يعلم سره إلا الله. والناس عادة تتقن خفايا الأمور، بمعنى يتقن المرء أن يخفي ما في صدره ولا يظهره على معالم وجهه، هذا الإنسان يتقنه. وللأسف لهذا أهل العلم رحمهم الله قالوا لا يخرج مكنون ما في الصدور إلا رب الصدور جل وعز شانه. الآن المرأة هذه التي أرادت أن تستخير تفوض أمرها إلى الله، أي يا رب تقدم لي فلان وأنا أريد أن أتزوج وأحصن نفسي، فيا رب ماذا أصنع؟ فتشرع صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر، بمعنى إذا وقع الهم في قلبي على أمر ما. والاستخارة الأصل مرة واحدة. لماذا نقول مرة واحدة؟ حتى لا يدخل الشيطان إليك تارة. هناك ناس تستخير ألف مرة في اليوم، تستخير 4 مرات، بعد شروق الشمس 6 مرات، وبعد المغرب مرة أكثر من مرة، وعند العشاء بعد العشاء تقوم الليل في الاستخارة. هذا يدخل وسواس إلى قلبك. لهذا الاستخارة أهل العلم رحمه الله قالوا مرة واحدة، ومنهم من قال لا أكثر من مرة، بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم، بمعنى كلما هممت بالأمر استخر، كلما هممت بالأمر استخر. لكن هذا فيه مدخل للشيطان، ومتى ما دخل لك الشيطان هنا تفقد الأمر. فالمسألة متى ما استخرت اعزم الأمر. الإنسان إذا استخار وفوض أمره إلى الله يجب أن يعزم على الأمر. الاستخارة حينما يصلي المرء الاستخارة لا تربط برؤى ولا في أحلام، ولا تربط بانشراح الصدر ولا بضيق الصدر، كل هذا ما ورد في الشرع. الاستخارة معناها أصلي أفوض أمري إلى الله، فإذا يسر الأمر فالله جل وعز أراد هذا الأمر، أراده. وإذا لم ييسر الأمر فإن الله عز وجل لم يرد هذا الأمر إليك. وإذا يسر الأمر وتبين لك أن هذا الأمر كان شرا، أراد الله جل وعز حكمة إليك لا تظهر لك إلا بعد حين. لهذا الاستخارة اليوم سنتكلم عنها. ما هي؟ كيف هي؟ ما معنى استخارة؟ كيف تصلى الاستخارة؟ متى ندعو؟ قبل السلام؟ بعد السلام؟ كيف هي؟ ماذا نشعر بعد الاستخارة؟ صلاة الاستخارة تشرع في أي وقت إلا في أوقات النهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة ما بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس. علم هذه المنطقة، هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر، حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الرجال على أيديهم إذا صلوا بعد العصر، وقال أخشى أن تفرض عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذين الوقتين. فصلاة الاستخارة مشروعة في أي وقت ما لم ترد في أوقات النهي التي نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم. الاستخارة هي عبارة عن ركعتين غير الفريضة، يعني لا يصلح أن تجمع صلاة فريضة الفجر مع استخارة، تقول عصفورين بحجر، هذا ما يصلح في الشرع. لا، الاستخارة تتوضأ بركعتين نافلة تخرج منك طوعا، تستخير لله. طبعا عندنا مشكلة الآن عند الناس، مثلا يأتي للصلاة، اسمع وانتبه، يقول نويت أن أصلي الاستخارة عن شراء سيارة كذا موديل كذا في سنة كذا ومن فلان، الله أكبر. هذا ما ورد في الشرع،
هذا ما ورد في الشرع. أو امرأة تريد أن تتزوج من رجل، نويت أن أصلي تقول بلسانها نويت أن أصلي الاستخارة بزواج فلان ابن فلان ابن فلان تقدم لي ليلة أمس في ساعة كذا وأنا أريد هل أعلم زوج صالح. هذا ما ورد في الشرع. الأمور أسهل من هذا. الله عز وجل يعلم مكنون الصدور. الاستخارة تنوي ها هنا، النية ها هنا. قال عليه الصلاة والسلام لم تشرع النية قط على اللسان. قال أهل العلم إنما عن أمرين يستثنى النية، قالوا لبيك اللهم لبيك في الحج أو العمرة، وفي النحر اللهم هذا عني وعن أمتي. وإن منهم من قال هذه من شعائر ومن الشعيرة وهو نسك، لكن النية إنما تكن فقط في القلب. تأتي تصلي ركعتين تكبر تكبيرة الإحرام كأي ركعتين تكبر وتأتي بالركعتين. الآن صلينا ركعتين كمثال، متى ندعو بدعاء الاستخارة؟ هنا مشكلة، وهنا الناس تأخذك شرقا وتأتي بك غربا. متى نصلي ومتى ندعو؟ تكلمنا متى الصلاة، لكن متى ندعو الآن؟ صلينا ركعتين انتهينا من ركعتين، متى ندعو؟ لنفترض الآن أنا في الركعة الثانية، الآن انتهيت من الركعة الثانية، بمعنى وصلت إلى التشهد، وصلت إلى مرحلة التشهد والصلاة الإبراهيمية. أنا الآن في صلاة الاستخارة، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى النهاية، ثم نأتي للصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآن الإصبع، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصب إصبع السبابة، وقيل تسمى السباحة، علم، ينصبها هكذا عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنها لأشد على الشيطان من مطرقة حديد. هذه الآن متى أدعو؟ أنا الآن ما أنهيت الصلاة، ما سلمت، أنا الآن ما سلمت وما أنهيت الصلاة. حينما أقول إنك حميد مجيد، انتبه، حينما أقول إنك حميد مجيد الآن أدعو بالدعاء الاستخارة قبل السلام. أعطيك إنك حميد مجيد، ثم تتوقف تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ما الأمر؟ زواج، سيارة، أي شيء، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. واللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم اصرفه عني، اللهم اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، ويسمي حاجته. هذا ينتهي من الدعاء، ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا دعاء الاستخارة. طائفة من أهل العلم قالوا لا، قال حينما تصل إنك حميد مجيد تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ترفع يديك تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى النهاية. الآن أين نذهب؟ هل نذهب بعد السلام ندعو أم قبل السلام عند إنك حميد مجيد؟ الراجح عند أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الموطن إنك حميد مجيد، قال عليه الصلاة والسلام فليدعو بما شاء. هنا قبل السلام موطن إجابة، للأسف الناس تغفل عنه. هنا قبل السلام عند نصب السبابة موطن إجابة، فعندما تقول إنك حميد مجيد تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، اللهم يسره لي. علم؟ تدعو وتكمل الدعاء، تدعو وتكمل الدعاء ثم تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا انتهت صلاة الاستخارة. ماذا يحصل الآن؟ يحصل الآن إما أن ييسر هذا الأمر، وهذا لله الحمد والمنة، وإما أن الله عز وجل يقدر المقادير أن لا يتم هذا الأمر، وليس له علاقة لا بضيق الصدر ولا بسعة الصدر، وليس له علاقة بأي شيء ولا بالرؤى ولا بالأحلام، إنما هو تيسير من الله رب العالمين، يهب هذا الأمر لك أو يصرفه عنك كما طلبت من الرب القدير. هكذا صلاة الاستخارة انتهت. أسأل الله لي ولكم التوفيق.